السلام عليكم. قصة النهاردة أحداثها حصلت في مصر، تحديدا في القناطر الخيرية سنة 1996. لما جت اتصال تليفوني للشرطة من واحد بيقول الحقوني، أهلي كلهم مقتولين وغرقانين في دمهم، وهو في حالة ارتباك وبيصرخ بصوت عالي. الضابط قال له: يا ابني اسمك ايه ومكانك فين؟ قال له: أنا اسمي مازن وساكن في القناطر الخيرية، واداله العنوان بالظبط. والشرطة اتحركت بسرعة على العنوان، ولما وصلوا لقيوا تجمعات كتير من الأهالي، ودخل وسط الأهالي وشافوا مازن في حالة انهيار ومش قادر يقف على رجليه، والأهالي ساندينه وواقف بالعافية. سألوا مازن عن مكان الشقة، قال لهم في أول دور، وبسرعة اتحركت الشرطة وكسروا باب الشقة، وجات لهم حالة ذهول من المنظر اللي شافوه. شافوا 4 جثث مطعونين بالسكاكين ومرصوصين فوق بعض، والدم مغرق المكان. بسرعة اتصلوا برجال البحث الجنائي ورجال الطب الشرعي عشان ييجوا يفحصوا يفتشوا المكان ويرفعوا البصمات، وكان فحصهم دقيق جدا علشان يوصلوا لأي شيء يوصلهم لفاعل الجريمة. وللأسف ما قدروش يوصلوا لأي حاجة تفيدهم يعرفوا مين هو القاتل، بس اتأكدوا ان الجريمة حصلت بدافع الانتقام مش بدافع السرقة، لأن كل حاجة في الشقة مكانها، الفلوس والذهب. مش قدامهم غير انهم يستدعوا مازن ويسألوه: انت كنت فين وقت الجريمة؟ قال لهم: في الليلة اللي حصلت فيها الجريمة انا كنت قاعد مع ابويا وامي بالليل، وكانت الامور طيبة ومفيش اي حاجة، وقلت لهم ان انا هروح ابات عند ام خالد. سألوه: مين ام خالد دي؟ قال لهم: ام خالد دي كانت جيراننا وعزلت في مكان ابعد شوية، وهي قريبة جدا لوالدتي وبتعتبرها اختها، واحنا بنعتبرها امنا التانية. ولما كانت والدتي تكون تعبانة كانت هي بتيجي تطبخ وتعمل لنا الاكل وتقعد معانا وبتحبنا جدا. قالوا له: اشمعنى في الليلة دي بالتحديد يا مازن؟ قال لهم: هي جت صدفة، وانا كنت رايح عشان اغير جو بالمرة، وفعلا رحت عند ام خالد وبيت، وصحيت الصبح خدت هدومي ومشيت رحت عند جدتي ام والدتي، لاني كنت بحبها جدا ومتعود اروح اسأل عليها، وقعدت افطر معاها. وفجأة خالتي اتصلت بجدتي وبتقول لها انها بتتصل على امي من بدري ومش بترد عليها، ونفس الحكاية بترن على تليفون ابويا وبرضه مش بيرد. انا قلقت واتخضيت عليهم جدا، وقمت جريت رحت على البيت، وفضلت اخبط كتير على الباب، محدش بيرد. ومن صوت الخبط الشديد على الباب الجيران صحيوا وادوني سلم علشان اطلع عليه وابص عليهم من الشباك عشان اشوف فيه ايه. وفعلا عملت كده، وكانت الصدمة، شفت ابويا وامي واخواتي الاتنين مقتولين ودمهم مغرق المكان. وكانت صدمة مرعبة، اغلى واعز الناس ليا مقتولين قدام عيني. والجيران اتصلوا بالشرطة وكلمتكم وانتوا جيتوا مكان الجريمة. وفجأة مازن اغمى عليه ورجال الشرطة فوقوه، وبكده ما كانش قدام رجال الشرطة غير انهم يعملوا تحريات عن والد مازن ويشوفوا ليه اي عداوة مع اي حد. وبعد التحريات اتأكدوا انه راجل محترم وراجل طيب ومحبوب من اهل البلد، وعملوا تحريات عن مراته اللي كانت بتشتغل في حراسات سجن القناطر، وقالوا ممكن يكون ليها عداوة مع اي حد من المساجين ويكون طرف في الجريمة، خصوصا ان الجريمة حصلت بدافع الانتقام. ومع التحريات والتحقيق ظهر عكس كده تماما، انها محبوبة جدا من زمايلها ومن المساجين اللي اتأثروا جدا لما عرفوا انها اتقتلت. بكده الشرطة ابتدت تحس بالغموض الكامل في الجريمة، ومش لاقيين خيط يوصلهم لفاعل الجريمة المرعبة دي. وفجأة جالهم اتصال من مازن وبيقول لهم: نسيت اقول لكم على حاجة مهمة. ما نزلت بالليل عشان اروح عند ام خالد، قابلني سواق راكب عربية اجرة ومعاه 5 اشخاص اول مرة اشوفهم، وسألني على عنوان. قلت له: ده عنوان بيتنا، انت عايز مين؟ قال لي: انا عاوز والدك في شغل. ووصفت له العنوان، وده كان شيء طبيعي لان والدي بيشتغل في العقارات ودايما بيجيله ناس كتير. رجال الشرطة جم خدوا مازن معاهم في عربية الشرطة، وفضلوا يلفوا في كل مواقف الأجرة
وفي كل مكان في البلد علشان يوصلوا للسواق ومازن يتعرف عليه. ولكن للأسف كأنهم بيدوروا على إبرة في كوم قش. وبعد معاناة كبيرة من رجال الشرطة إنهم يوصلوا لأي حاجة تعرفهم مين الجاني، فقدوا الأمل إنهم يوصلوا لأي شيء، وكأن الجاني شبح مش بشر. وبكده ما كانش قدام رجال الشرطة غير إنهم يكثفوا الفحص والتفتيش في مكان الجريمة، على أمل إنهم يوصلوا لأي خيط يوصلهم مين الفاعل في الجريمة اللي هزت البلد دي في وقتها. طب كل الأجهزة المختصة وابتدوا يفحصوا ويفتشوا الشقة بكل دقة. وجت اللحظة الحاسمة وهما بيدوروا لقي روشتة علاج باسم مازن، والروشتة كان مكتوب فيها اسم دكتور أمراض نفسية وعقلية معروف جدا في الوقت ده. وبسرعة اتحركت الشرطة وراحوا للدكتور وسألوه هو مازن بيتعالج عندك؟ وادوله الروشتة. شافها وقال لهم فعلا مازن بيتعالج عندي من زمن طويل. قالوا له ايه المرض اللي عنده؟ قال لهم مازن كان شخص سليم 100% وما كانش فيه اي حاجة، بس هو وقع على السلم وهو عنده 5 سنين، والوقعة دي أثرت على دماغه لأنه اتخبط في دماغه كتير، ومن ساعتها اتأثر جدا بالوقعة وعملت له خلل في دماغه. قالوا له طيب ايه حالته دلوقتي؟ قال لهم مازن شخص ما بيسمعش لنصيحة حد وبيكذب كتير جدا وعنيف لأبعد الحدود. ومن هنا اتحركت الشرطة وقبضوا على مازن وابتدوا يستجوبوه، وفضل يكذب عليهم ويحاول يتوههم، لكن الشرطة حاصرته بالأسئلة من كل جانب لغاية ما اعترف إن هو فاعل الجريمة. وكان رجال الشرطة في حالة ذهول لما اتأكدوا إن هو اللي قتل أهله، وقالوا له انت ليه عملت كده؟ رد عليهم وقال لهم كنت بنتقم منهم عشان دايما كانوا بيحسسوني إني مريض نفسي ومش إنسان طبيعي، ودايما بيعايروني وبيحسسوني إني مجنون. سألوه نفذت الجريمة ازاي؟ قال لهم في الفجر كانت أمي بتصلي، رحت جبت السكينة من المطبخ واستنيت إنها تخلص صلاة وطعنتها بالسكينة كذا طعنة، وكانت بتصرخ وأبويا صحي على صراخها، وأول ما أبويا جه يطلع من الأوضة طعنته بالسكينة طعنات كتير. ودخلت الأوضة اللي نايمين فيها أخواتي، وأخويا الكبير كان بيقوم من السرير وطعنته بالسكينة، وأخويا الصغير قتلته وهو نايم. وبعد كده جبت جثثهم ورصيتها فوق بعض في الصالة، وغيرت هدومي وخدت الهدوم اللي غرقانة دم معايا وخفتها، ورحت بيت عند أم خالد زي ما حكيت لكم كل التفاصيل. وبعد كده خدته الشرطة المستشفى الأمراض النفسية وقعد فيها لمدة 20 سنة. وفي ناس بتقول إنه هرب وراح اسكندرية وغير اسمه وعايش باسم جديد واتجوز وخلف هناك. ودي كانت من أبشع الجرائم اللي حصلت في مصر وسبب صدمة للناس وقتها. والقصة دي يا جماعة تخلينا ناخد بالنا من أي حد ممكن يكون تعبان، ونتنمرش ونضغط عليه ونحسسه دايما بمرضه وإنه غير سوي، لأن ممكن مع الغضب والضغط الزايد الإنسان ده ممكن يدمر نفسه ويدمر اللي حواليه. وهنا انتهت حكايتنا. سلام عليكم.